عملت طبق ليبي جميل جدا وهي المبكبكة. المبكبكة ده يا جماعة أكل ليبية متميزة عندهم جدا. خلينا نشوف أنا عملتها ازاي بطريقة مختلفة. يلا بينا. جبت حلة فيها زيت، بعد كده جبت نص كيلو مكرونة قسمته على مرحلتين، عملته نصه زي نظام حباية وحباية أو زي ما بتعمل رز حباية وحباية أو زي ما بتعمل الطاجن، بس أنا حبيت ايه حباية وحباية. طبعا خليتها تاخد لون الذهبي، بدأت أنا أقلبها عشان تاخد لون الذهبي. كان عندي بصلاية قطعتها ناعم جدا، بعد ما قطعتها نزلت بيها، خليتها يا دوبك ان هي بدأت ان انا اقلبها. بعد ما قلبتها خليتها ان هي بحيث ان هي تاخد لون الدبلان مع المكرونة شوية، عشان البصلاية عصبها ناشف مش زي بقية الخضار. جبت نص عود كرفس فرنساوي مش بلدي، وبدأت ان انا عشان يدي تيست حلو نزلت بيه برضو كورة بصل على طول. وبعد كده كان عندي فلفلاية رومي قطعتها برضو تقطيعة صغيرة جدا، وبدأت ان انا اقلبه كويس. وبعد كده نزلت بقية الفلفل وبقية الطماطم اللي عندي، ونزلت بالطماطماية وبقت ان انا بحيث ان هي تاخد تيستنج حلو مع المكرونة. كان عندي شوية لحمة قطعتها وسلقتها، وقبل ما اسلقها قطعتها عشان متفرولش معايا وانا بقلبها في المية وانا بقلبها في المكرونة، خليتها زي يا دوبك متماسكة مع نفسها. بعد كده نزلت باللحمة في المكرونة، منزلتش عليها بملح ولا اي حاجة. بعد كده نزلت بمرقة لحمة، ونزلت بفلفل اسود، ونزلت بالكزبرة، ونزلت طبعا بورقتين لورا، وقلبت تقليبة. وانا بقلبها بصراحة كانت الريحة فوق الرائع. بعد كده نزلت ببقية المكرونة، قلبتها برضه بتقليبة حلوة، وبرضه خليت ده كله أهم حاجة عشان اللحمة تدي شوية عصب وشوية جوس مع المكرونة. بعد ما قلبت ده كله حبيت ان انا اجيب الحروف وكده والاحرف، وبعد كده بدأت ان انا انزل بالملح. ملح طبعا على حسب الرغبة، زي ما قلت لكم في كذا حلقة قبل كده، الملح أهم حاجة حسب رغبتك، بس ما يبقاش ولا حادق ولا عادي، خليه في الوسط. ويستحسن لو مش هتعرف توزن ايدك خليه عادي، بحيث لو احتاج تحط ملح تبقى تحطه بعدين. بدأت ان انا اقلب ده كله واجيب من الاحرف. كان عندي شوية صوص طماطم عملته، هقول لكم على طريقته بعدين. ده صوص طماطم دي المبكبكة بالذات. عملت الطماطم وخليتها تستوي شوية، وبعد كده حطيتها في التلاجة، وبعد كده بقى طبعا طلعتها وسخنتها وخليتها للمبكبكة. كده كان عندي شوية مية مغليين نزلت بيهم كمان. طبعا المكرونة ما عملتش بك 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 كده زي ما احنا عارفين، عشان خاطر نزلت بصوص طماطم. لكن لو نزلت بصوص طماطم مع المية هتعمل اللي احنا عايزينه اللي هو البكبكة، بس طبعا الطعم والريحة كان حاجة كويسين جدا. بدأت ان انا طبعا بعد ما غطيتها حسيت بالريحة أوي، وانجذبت الريحة وعرفت إن هي تستنج حلو لما غطيتها وكشفتها. دلوقتي عملت بخار على العدسة والريحة كانت جميلة جدا. على ما المكرونة تخلص قلت أعمل طبق سلطة أفرنجي. جبت قرن فلفل رومي، وبعد طبعا القشرة اللي هي بتاعت الكرفس دي مش فارقة معايا بس شلتها. وبعد كده جبت قرن فلفل رومي وقطعته سلايز، وجبت برضو طماطماية أو طماطميتين على حسب، وبدأت إن أنا أقطعه سلايز برضو أو جوليان على حسب التقطيعة بتاعتك. وبدأت إن أنا أقطع الطماطم تقطيعها كويس. وطبعا كل الحاجات دي كنت غسيلها غسلة كويس جدا، أهم حاجة يا جماعة الغسيل عشان الحاجات دي ما تبقاش فيها تراكم من الأتربة والميكروبات. بعد كده بعد ما قطعت الطماطم جبت خيارية غسلتها بخل، وما غسلتهاش بأي حاجة تاني، غسلتها بمية وخل، لكن الخيار بالذات هو الوحيد اللي غسلته بخل عشان يديني مزازة في الأكل. وبعد كده جبت ليمونية قطعتها نصين، بدأت إن أنا بالفعل أرص طبق السلطة بتاعي. طبعا حاولت إن أنا أجرنشه كده أو أعمله شكله حلو يعني، وبدأت إن أنا أحاول إن أنا أظبطه كده، بس يعني جه على قد ما أقدر. جبت الطماطم وبعد كده جبت الخيار، بدأت إن أنا أرص الفلفل، بدأت إن أنا عايز أعمل يعني شكل حلو مع إن أنا اللي هاكل، بس طبعا زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق أو النفس يعني. بس أنا كان الحمد لله نفسي كان حلو. جبت ليمونة حطيتها، وبعد كده بدأت إن أنا أرص في الطبق السلطة. وبصراحة طبق سلطة مع المطبقة منصحش بسلطة بلدي أو أنصح أي حاجة غير طبق السلطة ده بس عشان يبقى سهل. طبعا بدأت أنا أتبلها، وحطيت نص ليمونة كده عشان تبات في التلاجة شوية. كان بصراحة الطبق السلطة دوت خلاني إن أنا أكل طبق المكرونة. أنا مكنتش محتاجه في طبق المكرونة بصراحة لأن كان طعمه حلو، بس بصراحة طبق السلطة دوت بحيث لو حد هيجي ياكل معاك يبقى ياكل معاك وهو مطمن. وبقول لك ايه مفيش حاجه تصبيره، ولو ان هي مش هتحتاج تصبيره. طبعا انا فضيت المكرونه كانت خلصت خلاص. كانت الريحه بصراحه يا جماعه كانت حاجه فوق الخيال، ونصيحه جربها جميله جدا. وليها اكتر من طريقه، في ناس بيحبها جوسي قوي بس انا محبتش اخليها جوسي، حبيت اخليها اللي هو نظام تبقى صوص خفيف فيها شويه، ما يبقاش جوسي ولا ناشفه. طبق السلطه والمكرونه الاتنين كانوا عاملين بصراحه اتنين دويتو، كانوا حلوين قوي مع بعض. كان طعم المكرونه جميل قوي،
ويا رب فعلا لو عجبك الفيديو متنساش تقول رأيك وتجرب المبكبكة وتقولي انت عملتها ازاي. وشكرا.